عوض بيجي في 4 صور. الصورة الأولانية إن ربنا سبحانه وتعالى لو خد حاجة من الدنيا من إيدينا ممكن يدينا بديل ليها أحسن. أما النوع الثاني من العوض فإن ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبك الفهم للعطية اللي جوه البلية. فلما يحصل لك أزمة في الدنيا وربنا يفهمك العطية اللي جواها ده كافي ليك، وكأن العطية لما فهمناها جوه البلية قلنا الحمد لله إن ده اللي حصل. فكان العوض هو الفهم. أما النوع الثالث من العوض هو أن ربنا سبحانه وتعالى وإن أبقى المشكلة يخففها من على كتافك بإعطائك نعم تانية أو انشغالات تانية، أو يقذف في قلبك الزهد تجاه حل المشكلة دي، وكأن قذف في القلب معنى كان هو العوض رغم بقاء المشكلة خلى المشكلة خفيفة عن الكتاف قوي. أما النوع الرابع من العوض فهو العوض بالله سبحانه وتعالى، إن البني آدم يتملي قلبه بالاستغناء فقط بوجود ربنا في حياته، وكفى بالله شهيدا يعني حاضر. فدول 4 أنواع من العوض يا رب يعوضنا بيهم كلهم سبحانه وتعالى بالعطاء وبالاستغناء بيه وبتخفيف الحلم وبالعوض اللي احنا مستنيينه كمان. يا صباح الخير على حبايبي الحلوين، صباح الفل يا بنات، صباح العوض يا رب الجميل لينا كلنا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين. بنات انا مش مصدقه ان باقي كام شهر بس على رمضان، حاجه بسيطه قوي، الوقت بيعدي بسرعه. مبسوطه قوي باجواء الشتاء عندنا، بدات خلاص موسم الشتاء يبدا يهل علينا، الجو بدا فيه اللسعه بتاعه البروده دي الحلوه. بصراحة أول ميزة السنة دي، أول ميزة الواحد يحس بيها قوي، الصحيان بدري بسبب المدارس. تعودنا بقى خلاص نصحى بدري. بصراحة الصحيان بدري نشاط وحيوية، ومش قادرة أقول لكم بيخلينا في منتهى النشاط ومنتهى التحفيز إن انتي تعملي كل حاجة تمام. بدأت يومي بدري جدا بعد ما الولاد راحوا المدرسة، وقلت ان انا هعمل روتين كده في اوضه الولاد. قلت لازم النهارده بقى اظبطها بصراحه، يعني قلت بقى هظبط الدنيا كلها. حتى الشبابيك بحاول ان انا دايما ايدي فيهم عشان التراب والحاجات دي، وبالذات ان احنا كان في شغل يعني في العماره فوق، فلقيت الشبابيك من بره نزل عليها اسمنت وحاجات كده، ربنا يعين كل واحد على اللي بيعمله. فقلت لا بقى فقلت خلاص بقى لازم اشوف انا هعمل ايه واظبط الدنيا. انا موضوع الشبابيك ده مش بعمله دايما بصراحه، موضوع غسلها لان بحب احافظ عليها، يعني بمسحها، بس لما بلاقيها اتوسخت قوي بصراحه او اي ظرف زي موضوع شغل او حاجه نزلت عليها بنزلها وبديها الغسله التمام دي. بصراحه بترجع معايا فله يا بنات، فله ما اقول لكمش. وعادي حتى لو اتأثر البيوت بتاعها، هي دي عشان خشب، لو ألمونتال مفيش اي مشكله، والخشب برضو مفيش مشكله. لو اتأثرت ولا حاجه ارجعي اديها لون تاني. وانا كنت مصوره معاكم قبل كده لما عملت الشبابيك دي، انا اللي كنت دهناها وكده. فعادي حتى لو حصل لها حاجه يرحمك الله، حتى لو حصل لها حاجه فعادي ان انا ارجع ابيضها تاني. اول حاجه نبدا بيها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. صباح الفل يا بنات، صباح القمر، صباح الجمال عليكم، صباح النشاط والحيوية. اعملي اي مشروب انتي بتحبيه وتعالي كده واتفرجي على الفيديو. انا اوعدك ان شاء الله هتتحفزي قوي بالفيديو ده، ولو مكسله تعملي حاجه هتقومي على طول وتعمليها. بلاش كسل، احنا داخلين على ايام جميله. انا بحس الشغل في ايام الشتاء احلى من ايام الصيف كمان، لاني مش بتبقى متفرهده ولا حرانه وكده، بيبقى الجو حلو ومشجع ان انتي تشتغلي. فكل ما هتشتغلي كل ما هتحسي ان انتي عندك طاقه اكتر والموضوع هيبقى ممتع. خدت الشباك بتاع اوضه الولاد وقلت اخد معايا شباك اوضه النوم برضو، نزلت قلت بصراحه عشان يوم ما اعمل اوضه النوم ابقى خلاص الشباك. حطوا لايك وسبسكرايب، ما تنسوش تدوسوا بردك على الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. ده استاذ عمر طبعا جنبي وانا بعمل الفويس بتاع الفيديو، فبيقول لكم حطوا لايك وكومنت واعملوا سبسكرايب وما تنسوش. يعني قدروا مجهودنا يا جماعه، حسسونا ان انتوا فعلا عاجبكم الفيديو ومتشجعين ليه. واهلا بكل الناس اللي اشتركت الفتره الاخيره معانا، بجد 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 اهلا بيكم وشرفتونا ونورتونا، وحبايبي القدام اللي مستمرين معانا. بس يا ريت ما تبخلوش علينا، يعني
يعني مش عارفه اقول لك ايه يا بنت منك ليها. هتخسري ايه يا بنتي؟ هتخسري ايه لو حطيتي لايك وحطيتي لي كومنت حلو تعبري لي عن انك بتحبيني وعن انك حبيتي الفيديو بتاعي وقلب خفيف على قلبك ولذيذ. حطي لايك وحطي كومنت حلو كده، مش هنخسر اي حاجه. واللي ما اشتركش يا جماعه عشان في نسبه مشاهده، ناس كتير بتتفرج على الفيديو ومش مشتركه في القناه. ليه فهموني ليه؟ هتخسروا ايه؟ هو انتوا بتدفعوا فلوس على الاشتراك؟ مش هتدفعوا اي حاجه. الاشتراك مجاني واللايك مجاني، بس مجرد ان انت بتقدريني وبتحسسيني ان المحتوى بتاعي عاجبك وان انا خفيفه كده على قلبك. خفيفه ولا مش خفيفه؟ قولي الحق، انا عايزه اسمع الحق منك. انا خفيفه على قلبك ولا لا؟ يلا ابداوا معايا اليوم وصباح الفل عليكم. بصوا بدات بقى اوضه الولاد، قلت بقى ان انا هشقلبها كلها. ما تبقاليش يا بنات غير حاجه واحده بس فيها، الدولاب بتاع الولاد. قلت ان انا بصراحه ممكن اخليه مع دولاب اوضه النوم او لوحده، مش عارفه يعني لحد دلوقتي مش عارفه. لاني لقيت ان انا خلاص الوقت اخدني شويه، فقلت بلاش اطول لاني عملت كذا حاجه غير الروتين بتاع اوضه النوم. بصوا الاذان يا بنات، هيخلص الاذان وارجع اكمل معاكم. ورجعت لكم من تاني يا بنات وهنكمل مع بعض زي ما قلت لكم. احنا قلنا من الاول ان احنا هنعمل سلسله تنظيفات كده، نحاول على قد ما نقدر، واحاول حتى لو عملت اكتر من حاجه في نفس اليوم. لو لقيت الفيديو طويل قوي انا مش عايزه اطوله عليكم، هحاول ان انا اقسمه على فيديوهين ولا حاجه عشان يبقى قصير وخفيف كده ولطيف عليكم. حاولي على قد ما تقدري ما تكسليش وتشجعي. وايه رايكم يا بنات في الفويس بتاع اللي في بدايه الفيديو، اللي في مقدمه الفيديو بتاع مصطفى حسني؟ انا عجبني جدا جدا جدا. يا رب كلنا اللهم امين يرزقنا العوض الجميل في كل حاجه في حياتنا. لو شفتي اي حاجه في حياتك، حاجه ضايقتك، حاجه زعلتك، حاجه حسيتي ان انت ظلمتي فيها، صدقيني ربنا ما بيظلمش اي حد والله العظيم يا بنات. عن تجربه في حاجات كتير في وقتها الواحد كان بيزعل عليها وبيتوجع منها قوي، بس بعد فترة من الوقت اقولك انها ظهرت معانا ان لا، ده اختيارات ربنا لينا احسن. انا دايما بقول الجملة دي ودايما بدعي الدعوة دي ليا ولولادي ولكل حبايبي: يا رب اختار لي ولا تخيرني. ادعوا بيها كتير يا بنات. دايما اختيارات ربنا لينا احسن. حتى لو انت في الوقت الحاضر اللي بتحصل لك الحاجه دي بتحسي ان انت ليه يا رب عملت معايا كده؟ طب اشمعنى انا اللي بيحصل لي كده؟ طب مش عارفه ايه. كل ده والله العظيم هيجي عليكي وقت وهتفهمي ان ربنا نجاكي من حاجه كبيره جدا جدا فوق ما تتخيلي. ربنا نجاكي ونجدك منها واختار لك الأحسن ليكي، حتى لو الأحسن ده على المدى البعيد. هتفهميه وهتعرفي كويس إن ربنا بيختار لنا الأحسن. فدايما حافظوا على الدعوة دي: اللهم اختار لي ولا تخيرني. نكمل الفيديو بتاعنا يا بنات. وهنا اقول لكم النشاط عندي كان فظيع جدا، بالذات ان كانوا الولاد ساعتها في المدرسه. فحاولت على قد ما اقدر ان انا انجز على قد ما اقدر. وفي اليوم ده بصراحه عملت حاجات كتيره جدا، يعني غير تنظيف الروتين بتاع اوضه الولاد. بصوا الشكل النهائي بعد ما خلصت. ما خليتش حاجه يا بنات غير ولمعتها. زي ما قلت لكم مفيش عندي غير الدولاب بتاع الهدوم. احنا كده الفتره الجايه لازم نبدا نحضر هدوم الشتاء ونرفع هدوم الصيف. فكده هنزل الدولاب كله. بصراحه قلت ان انا مش هنزل يعني انزل هدومي للشتاء بس، لا، انا هنزل الدولاب كله واظبط الدنيا كلها. يبقى كده انا مش باقي لي في اوضه الاطفال غير الدولاب. تمام. اما الحاجات الباقيه السجاد والكلام ده كله احنا خلصنا كل ده. بس انا بصراحه انا كنت عاملاه معاكم قبل كده فما غسلتش معاكم السجاد، ما جبتوش وانا بغسله. النهارده البانيه المشوي اللي انا كنت متبلاه معاكم في الفيديو بتاع التفريزات، وطلعت مانجا، عايزه اعمل عصير مانجا. تمام. هو انا مش بحب طريقه تفريز المانجا دي انها زي ما هي، بس كنت مفرزاها دي عندي من السنه اللي فاتت، مش السنه دي يا بنات، من السنه اللي فاتت. فكده اخر حاجه عندي يعني منها. انا بحب ان انا اخليها بيوريه، افضيها واخليها بيوريه اكياس، في اكياس، وتبقى جاهزه على طول تتحط على الخلاط. انما دي طبعا هحطها في شويه ميه على ما تفك عشان بعدين اعملها، اخليها واحطها في الخلاط اضربها. وادي البانيه المشوي. وهعمل النهارده مع البانيه المشوي هعمل رز بالخضار يا بنات، بالبسله وكده اصفر. تمام. هتشوفوا طريقته معايا.
وبصوا هنا يا بنات بدأت ان انا اعمل الرز بالخضار. انا بحبه جدا، اللي هو الرز الاصفر، رز مصري عادي مش رز بسمتي. بعمله بزبدة، وطبعا لو عايزه تحطي نقطه زيت بس عشان الزبده ما تتحرقش معاكي. وبنزل بالخضار. انا كان عندي بزله وجزر من اللي انا مفرزاها، ما كترتش الكميه. ليه؟ عندي عمر كان بيحب البزله، وهو بيبي صغير كان بيحبها، بس لما كبر ما بقاش من محبيها قوي يعني. فبحاول على قد ما اقدر ارضي جميع الاذواق، ان هو الرز فيه بزله وجزر، بس في نفس الوقت مش كتير عشان ايه اللي ما بيحبهاش يعني. واحط معاها معلقه توابل فراخ، تمام، ومعلقه نص معلقه مرقه فوريه، وبقلبها شويه مع البزله والجزر، وبعدين انزل عليها بالرز المصري المغسول، بديها تشويحه حلوه. ايه يا ريان نهدي الصوت شويه، ده انا جنبي محمد وريان ابن اختي فعاملين دوشه شويه. تمام. قلبته، اديته تقليبه حلوه في الزبده لحد ايه يعني ياخد فلفله بسيطه كده، وبعدين بنزل عليه بالميه السخنه، وبظبط الملح بتاعي، وبسيبه بقى ايه بعد ما يغلي اهدي عليه لحد ما يتشرب معايا ويبدا يستوي، بيبقى زي الفل. وبعد كده رحت كانت المانجا فكت معايا عملتها، وبحب ان انا اجهزها واحطها في ازازه واحطها في التلاجة، واي حد في الولاد محتاج ان هو يشرب منها في اي وقت بيروح يكب في كوبايه على طول، وبتبقى سهله جدا بالنسبه له. بس وانا بصراحه اقول لكم بعد المجهود اللي انا عملته، كنت خلصت الاوضه وخلصت الحاجات دي، بصراحه كنت عطشانه جدا. الكلام ده كانوا الولاد رجعوا من المدرسه وانا كنت بحضر لهم الغدا، فاقول لكم ان انا كبيت لنفسي برضو كوبايه عصير مانجا. مفيش مانع ان الام برضو ما تنسيش نفسك يعني، لازم برضو راعي نفسك زي ما بتراعيهم عشان تقدري حتى تكملي ويبقى عندك طاقه ان انت تعملي كل حاجه وهم محتاجينها. بصوا يا بنات، طريقه البانيه المشوي تحفه. انا في الفيديو بتاع التفريزات وريتكم التتبيله ازاي. وادي هنا مجرد حته زبده صغيره، وبحط فيها البانيه لغايه ما ياخد السوا بتاعه على الجنبين، وبيبقى باللون الخطير ده، ومع الرز بصوا تحفه. وطبعا جنبه طبق سلطه، بس انا بصراحه كنت مستعجله قلت اصور لكم واعمل السلطه انا براحتي. تمام. طعما بيبقى احلى من البانيه المقلي، وبيبقى اخف اللي هو بالفيجيتار وكده. تمام. جربوه والله ما هتندموا. انا صورت لكم قبل كده التتبيله، وديني زي ما قلت لكم يومها احاول ان انا كل ما اعمل حاجه من الحاجات اللي فرستها اصورها لكم، عشان برضو تبقوا شايفين طريقه التسويه بتاعتها ايه. وبعد ما خلصت خلاص حطيت الغدا للولاد، وانا اتغديت واخدت شاور وكده وظبطت حالي. رحت قلت ان انا ادخل بقى افنش المطبخ بتاعي، ان اخر حاجه كانت عندي المواعين، قلت هشطبها عشان تبقى الدنيا عندي زي الفل. وبصراحه مش هعمل حاجه اكتر من كده، وقلت ان انا خلاص بقى اشطب وكده كفايه. بحاول على قد ما اقدر الفتره الاخيره ان انا ما اجهدش نفسي كتير يا بنات. عملت حاجات كتير في اليوم ده، وحاسه ان انا انجزت حاجات كتير، وان شاء الله ربنا يديم علينا الصحه والستر يا رب، اللهم امين. حاولوا يا بنات كلكم تشجعوا، حاولوا. معلش انا وقفت الفيديو اكتر من مره، وقفت الفويس اكتر من مره عشان الولاد كانوا عاملين صوت. والله العظيم الحمد لله يا بنات، ربنا بيعوضنا كتير، والحمد لله ربنا يديم علينا نعمه الصحه والستر وراحه البال يا رب يا رب. بصوا اي حاجه تحصل في حياتنا بحس ان امرها هين طالما بعيده عن صحتنا وصحه ولادنا. الحمد لله على نعمه الستر في حياتنا، ربنا يديم علينا الناس الحلوه في حياتنا اللي بتخلينا ناخد خطوه لقدام، وربنا يبعد عننا كلنا يا رب الناس السلبيه اللي بتوقفك او بتحاول تحبطك. حاولي على قد ما تقدري خليكي مع ربنا، استغني بربنا عن اي حاجه تانية. خلي عندك تفاؤل، وخلي عندك دايما رضا ويقين ان ربنا بيعمل لنا كل حاجه حلوه في حياتنا، وان ربنا بيختار لنا الاحسن لينا. وكمان اختيارات ربنا دايما سبحان الله بيبقى فيها حكمه وفيها راحه، وبتحسي بقيمتها حتى لو ما فهمتيش في وقتها. صدقيني بيجي عليكي وقت بعد كده وتشوفي ان ربنا حنين قوي. والله العظيم يا بنات ربنا حنين قوي 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 فوق ما تتخيلوا. يمكن حنيه الام اللي احنا بنشوفها وبنقول ما فيش احن من امنا، لا ربنا احن كمان من الام والاب. فالحمد لله يا رب ديم علينا الفهم، وان احنا نفهم، وان احنا اليقين بالله، ان احنا دايما نكون عندنا يقين في الله ان احنا هو الحافظ.
يعني طول ما انت ماشيه وحاسه ان ربنا هو المطلع على كل حاجه، وما تخافيش من حاجه، ولو حد اذاكي زي ما قلت لك حاولي على قد ما تقدري اجتنبي الاذى وابعدي عنه وابعدي عن الناس المؤذيه. بس الموضوع لو زاد عن حده ومحتاج ان انت تقفي، طبعا افتكري المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. تمام؟ ما تسمحيش لحد يأذيكي في حياتك، ابعدي عنه وخدي جنب. انما لو لقيتي البني ادم ده بيتدخل لازم تعملي وقفه، وما تخافيش من رد الفعل. طول ما انت على حق ما تخافيش من اي حاجه، ربنا هيرضيكي وربنا هينصرك على اي حد. طول ما معاكي ربنا ما تقلقيش، اكيد انت الكسبانه في كل الاحوال. فالحمد لله الحمد لله، ربنا يديم علينا يا رب الستر وراحه البال والصحه. وهنا ختمت معاكم المواعين، ودي يا بنات كان برطمان بحط فيه سمنه بلدي فكان خلص، فحطيت له ميه سخنه عشان تدوب الجزء الباقي واعرف ان انا اغسله ويبقى نضيف. ويومي كده كان معاكم لذيذ خفيف نشيط، انجزنا فيه حاجات كتير. اسفه ان انا الفتره اللي فاتت اختفيت حبه، بس والله بيبقى غصب عني، بيبقى تعب. الفتره دي انا تعبانه فعلا، ظروف كده تعبانه شويه، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا مش عايزه ابعد عن القناه. انا عارفه ان انا اللي مأخرني لحد دلوقتي في القناه ومخليها وقفت فتره كبيره هو موضوع ان انا بوقف فيديوهات وما بنزلش كتير. انا عارفه ان دي اكتر حاجه موقعه قناتي، بس بحاول على قد ما اقدر والله. كل ما اقع بحاول اقف تاني، وان شاء الله يعني ان شاء الله بوعد نفسي قبل موعدكم ان انا ان شاء الله هكمل، واحاول على قد ما اقدر مهما كانت الظروف ان انا حلمي اللي انا عايزه احققه اكمله، والحاجه اللي انا بحبها هعملها ايا كان المجهود اللي انا هعمله او الظروف اللي انا بعدي بيها. بس الحمد لله. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يا بنات انا شايفاكي شايفاكم واحده. يا ريت تحطي لايك وحطي لي كومنت، ولو ما اشتركتيش اشتركي. واقول لك ايه تاني، اطلع لك من الفيديو واجي يعني اشدك كده واقول لك لازم تعملي لايك وتحطي كومنت. المهم يا رب تكوني حبتوني، واقابلكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله.